السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كيكة الشوكولاتة الجميلة دي. زي ما انتم شايفين جميلة جدا، وهنعملها كمان من غير لبن. هنعملها بالمية المغلية، هشة وخفيفة وجميلة جدا بجد، طعمها تحفة. اللي هيدوقها مش هيصدق ان هي معمولة من غير لبن. زي ما انتم شايفين كده مرتفعة وجميلة وهشة، وبصوا طرية جدا زي الاسفنجة كده بجد، وطعمها خيال. هنعملها كمان اقتصادية، لان انتوا عارفين طبعا ان كل حاجة غالية. ربنا يعيننا يا رب. فاحنا هنعملها ان شاء الله بالمية المغلية من غير لبن، وهنعملها ببيضة واحدة بس. معايا هنا كوباية سكر، هضيفها في الخلاط بتاعي، وعليها كوباية زيت. طبعا الزيت لازم يكون نضيف، يعني نوع نضيف ما بيبقاش فيه ريحة كده، علشان ما يغيرش ريحة الكيك بتاعتك، ويبقى صافي كده. يعني اختاري نوع يكون كويس علشان طعم الكيك بتاعك يبقى حلو، ما يبقاش فيه ريحة زفرة ولا حاجة. ومعايا هنا كوباية مية مغلية، يبقى حطينا هنا ايه؟ كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية مية مغلية. بتغليها وتسيبيها تبرد شوية صغيرين، وبعد كده بتضيفيها. ودي معلقة كاكاو، هنضيف معلقتين كبار من الكاكاو الخام الأسباني، بيبقى موجود عند العطار. بتختاري برضو نوع كويس علشان يبقى طعم الصوص الشوكولاتة بتاعك يبقى حلو كده حبايبي. باقي شوية بقى في الكيس كده حطيتهم، يعني هو المقدار معلقتين وربع كده كبار من الكاكاو الخام الأسباني. هضربهم بقى كويس خالص في الخلاط. بس يعني انا ضفت الزيت مع الحاجات دي، بس الاحسن ان انت بتضيفي الزيت سرسوب كده، لان انا احتجت يعني زيت تاني. يعني بتضيفي الزيت سرسوب وانت بتضربيهم في الخلاط. طبعا عملت الصوص بتاعي، ضربته كويس جدا وحطيت شوية في كوباية. حطيت الكوباية دي في التلاجة. دلوقتي انا ضفت بيضة واحدة على الخليط بتاعي، وهضيف كمان معلقة خل. الخل ده بيدي كده هشاشة للكيك بتاعي، وبيبقى مرتفع برضو. بتبقى جميل زي محسن كده للكيك بتاعي. وكمان بيشيل الزفارة، لو في زفارة في البيض وكده بيشيلها كده حبايب قلبي. هحط بقى معلقة فانيليا، وارجع اضرب الخليط بتاعي تاني كويس جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ريت ما تنسوش اخواتنا في فلسطين بدعائكم. ربنا يرفع عنهم الغمة يا رب، وينصرهم على الاعداء. كده حبايبي معايا دلوقتي كوبايتين دقيق. طبعا المكونات كلها بالكوباية دي بنفس المقدار. الزيت والسكر والمية والدقيق كلهم بنفس المج ده او الكوباية دي. بقى هنخل الدقيق بتاعي كويس جدا كده يا حبايبي، بنخله كويس جدا، وهحط بقى المواد السائلة عليه كده. دي الكوباية التانية. طبعا براحتك، ممكن تنخلي الدقيق مرتين تلاتة. كل ما بتنخليه اكتر كل ما الكيك بتاعك بيبقى هش اكتر وبيبقى مرتفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. طبعا انا ما عنديش بتاع كبيره، يعني عندي اللي هي الصغيره بتاعه العصير ديت، زهقتني بصراحه. ان شاء الله كده ربنا يفرجها واجيب واحده. معايا معلقه نشا. طبعا النشا ده برضو يعتبر محسن للكيك بتاعي، وبيديله برضو يعني هشاشه كده وارتفاع. واحط رشه ملح صغيره، وابدا اقلب بقى المكونات الجافه دي. وهنزل بقى عليها بالكيس بيكنج باودر او كيك شيف، يعني على حسب راحتك. هنزله مع الخليط ده، وابدا اخلط برضو كويس جدا المكونات الجافه دي. وبعدين هنزل بقى عليها بالمواد السائله بتاعتي اللي انا عاملاها كده حبايبي. بقلب كويس جدا عشان المكونات كلها تختلط مع بعضها كويس. وهنزل بقى عليها بالمواد السائله بتاعتي، بالسكر والبيض والميه والزيت. الخليط اللي احنا ضربناه مع بعض في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. الكاكاو الاسباني الغامق بيبقى لونه حلو قوي كده. الصوص بتاعه بيبقى جميل، لونه حلو غامق كده، وبيخلي الكيك بتاعي كمان شكلها حلو كده غامقه وحلو، غير الكاكاو اللي بيبقى فاتح ده. هقلب بقى كويس جدا كده حبايبي زي ما انتم شايفين. طبعا كل دقيق ما يعني في دقيق بيشرب السوائل، وفي دقيق ما بيشربش سوائل. يعني انا حطيت كوبايه ميه مغليه، بس يعني حسيت ان الخليط بتاعي لسه برضو تقيل كده، محتاج تاني.
هحط بقى تاني بس شوية بشوية لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا يعني الكيك بتاعي دي خد كوباية ونص مية. ممكن انتي ياخد معاكي كوباية، ممكن ياخد كوباية وربع، يعني على حسب الدقيق بتاعك. اهم حاجة توصلي للقوام اللي انتوا شايفينه ده كده، هو ده القوام المظبوط للكيك بتاعي. هجيب بقى صينية دلوقتي، ادهنها سمنة بلدي او زبدة يعني المتاح عندك، وانزل بقى في الخليط بتاعي. طبعا انا شغلت الفرن في الوقت ده، يعني وانا بخلط كده وانا بنزل المواد الجافة على السايلة. ببدأ اشغل الفرن مش قبل كده، علشان ما يسخنش قوي يهبط معاك الكيك. يعني في الوقت ده بروح جايه مشغله الفرن بقى يا دوب يسخن كده. زي ما انا بقول لكم كده، ده القوام المناسب. جبت بقى الصينيه دهنتها سمنه بلدي كده. انتي لو ما عندكش يعني سمنه بلد، عندك زبده كده بتحطيها يعني. هنزل بقى بالكميه اللي كلها في الصينيه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. طبعا ما نسيبش اي حاجه، يعني الدنيا غاليه واحنا بصوا هنزل كل حاجه في الصينيه، ما نسيبش فيها حاجه خالص. طبعا ولادك بقى بيجوا من المدرسة يعني نفسهم في حاجة حلوة. ممكن تدوهم حتة كده قطعة من الكيك بتاع الكيك ده مع كوباية لبن قبل ما ينزلوا يروحوا المدرسة كده يعني. الولاد بيبقوا مبسوطين، يعني ما بتعمل لهم حاجة زي كده في البيت الولاد بيفرحوا بيها وبيبقوا مبسوطين خالص كده يا حبايبي. طبعا بخبط الصينية كام خبطة كده علشان الكيك بتاعي يبقى متساوي، وهبدأ بقى ادخلها الفرن. ودي شكلها بعد ما طلع من الفرن، يعني بتاخد معاكي 30 دقيقة كده او 25 دقيقة على حسب النار الفرن بتاعك. متبقاش النار عالية قوي، بتنزليها على 180 درجة، يعني ما يبقاش الفرن عالي قوي ولا النار تبقى هادية ولا عالية، تبقى وسط. سبتها تبرد يعني 5 دقايق كده، ونزلت بالصوص بتاعي كده عليها. شايفين اللمعة؟ الزيت بيديله لمعة كده وشكل حلو جدا. ده بقى انا بحط كده فارماسي كده مشكل الوان على حسب راحتك، حابه تحطيه حطيه، مش حابه خلاص هي مش محتاجه اصلا. بس يعني انا حبيت اعملها كده شكل يفرح الاولاد عندي. وكده تبقى الكيك بتاعي خلصت زي ما انتوا شفتوا يا حبايبي، بجد جميله، جربوها. بجد لو جربتوها مش هتعملوا الكيكه بالشوكولاته بلبن خالص، لان بجد طعمها حلو جدا وهشه وخفيفه ومش تقيله، خفيفة خالص. وزي ما انتم شايفين كده بتتقطع بسرعة وبسهولة. طرية جدا كده وناعمة وطعمها بجد جميل. الولاد بسم الله ما شاء الله، يعني اول ما عملتها كلوا منها كانوا فرحانين خالص. وبكده الفيديو بتاعي يكون خلص. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، وياريت لو نفسكم في اي حاجة اعملها تكتبولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.